السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. وقبل انطلاق كأس العالم، البطولة اللي أي حد بيحب الكورة، أي حد بيلعب الكورة عارف بأهمية وإحساس الطفل اللي جواه اللي بيطلع لما بيبدأ كأس العالم، سواء ماتشات مهمة بتلاقي البرازيل وفرنسا بيلعبوا، هتبدأ تبقى قاعد بتتفرج ماتش زي مثلا ماتش الافتتاح بتاع يوم الخميس بين المكسيك وجنوب أفريقيا. هتقعد تتفرج مواعيد متلخبطة، كله مش فارق معاه أي حاجة. المهم إن هو ياخد الشهر بتاع كأس العالم ده، بيتفرج على اكتر حاجة هو بيحبها، اكتر بطولة الناس بتتلف حواليها. فعايزين نتكلم النهاردة، وانا جاي النهاردة اتكلم عن منتخب مصر. منتخب دي رابع مشاركة ليه في تاريخه في كأس العالم. ودخلوا البطولة في وسط في مجموعة مش سهلة ومش صعبة، مجموعة متوسطة. انت داخل فيها مع بلجيكا وايران ونيوزيلندا. بس قبل ما ابدا الكلام عن منتخب مصر، انا عايز اتكلم عن كم حاجة كده في كأس العالم ده تحديدا. بنشوف حكم دولي صومالي بيتحرم من ان هو يشارك في كاس العالم، اللي هي البطوله المهمه بالنسبه له برضو. بيتحرم من المشاركه فيها عشان خاطر بس هو بيحمل الجنسيه الصوماليه، او ان هو معاه الباسبور الصومالي. بنشوف لعيبه مهمه وكبيره ومنتخبات كبيره بتتفتش وبتقعد بالساعات بتتفتش تفتيش ذاتي عشان خاطر داخله امريكا ولا داخله ان هي تلعب في كاس العالم. والكلام ده الفيفا سكت عنه، ولا شفنا طلعت دفعت عن الحكم الصومالي، ولا طلعت ان هي بتدافع عن اللعيبه، وان هم بيقعدوا يتفتشوا تفتيش ذاتي فتره كبيره جدا. يعني النهارده اخر صوره النهارده لكيفن دي بروين، وهو قاعد مستغرب التفتيش اللي بيحصل له لحد الجزمه. عارف الكلام ده برضو بيحصل في الام بي اي، والنهارده وامبارح ولا كان في ماتش في الام بي اي كان برضو لعيبه تتفتش. لكن كل ده سكوت الفيفا عنه، دي حاجه غريبه ان هما ما بيتكلموش، وهما بيقولوا ان الكوره بتوحد الشعوب والكلام ده. هل لو نفس الكلام ده كان بيحصل في قطر او في اي دوله عربيه، ان احنا 2030 المغرب هتبقى مستضيفه لكاس العالم، و2034 السعوديه هي هتبقى منظمه لكاس العالم. فعارف ان المغرب في 2030 مع اسبانيا والبرتغال، بس بتكلم عن المغرب تحديدا في 2030 والسعوديه في 2034. هل لو حصل حاجه شبه دي الناس هتسكت عليها ومحدش هيتكلم عنها في الفيفا؟ اشك. فده بس كنت عايز اتكلم عنه في البدايه، لكن خلينا نخش على منتخب مصر ونتكلم. احنا خلاص مخلصين ماتشاتنا الوديه، اخر 3 ماتشات وديه كنا لاعبينهم قدام اسبانيا، وبعد كده قدام روسيا، قدام البرازيل، المواجهه الاخيره اللي خسرنا فيها ب 2-1. انا عندي بس تعقيب سريع عن القايمه، وهي خلاص انا كده كده القايمه ال 25 لاعب دول انا داعمهم قلبا وقالبا معاهم لاخر اللحظه. لكن اولا انا كان عندي تعليق على الاربع حراس، اللي هو ان هو واخد 4 حراس، وانت عارف ان انت في البطوله اي حارس من عندك من الثلاثه جاله اصابه كبيره تقدر تستدعي واحد مكانه، فدي حاجه احنا عارفينها كلنا. لكن ما علينا، هو واخد 4 حراس، احنا بنتفائل بحوار ال4 حراس دول، فما علينا. انا بتكلم عن ان انت في نص الملعب، انا مش هتكلم على الدفاع تمام، هي دي الاسامي المعقوله، وان كان محمد اسماعيل كنت شايف ان هو محتاج يدخل. لكن انا حسام حسن عارفين اي مدرب للمنتخبات بيبقى ليه رجالته، وفي ناس هو دايما بيحب يختارهم. فلكن ما علينا، انا في نص الملعب تحديدا انت واخد امام عاشور، هو اللعيب اللي بيعرف يمسك الكوره، مفيش حد تاني في نص ملعب منتخب مصر بيعرف يمسك الكوره، ما حدش بيعرف ينقلك للناحيه التانيه. وعشان كده امام عاشور هو واحد من اهم لعيبه المنتخب ان ما كانش ده، يعني مع احترامي لصلاح واحترامي لمرموش، هو ده اللي انت ما عندكش منه بديل، هو ده اللي انت عندك منه حرفيا نسخه واحده. مفيش حد بيعرف ينقلك، ما حدش يقول لي زيزو ما عندهوش كره امام. مع احترامي لزيزو، وانا اهلاوي والكلام ده كله، بس زيزو ما عندهوش كره امام. امام هو اهم قطعه في منتخب مصر، امام ده لازم يلعب اساسي، وكمان ده اللي شفناه بعد ماتش البرازيل. اللي انت في ماتش البرازيل لقيت لما بدأت بمروان ومهند، فانت مع محد الاثنين جامدين جدا، الاثنين من اهم اللعيبه اللي عندك، بس محدش عنده اللي بعد كده. بعد ما نقطع الكوره احنا هنعمل ايه؟ يعني مروان ممكن شويه في الكوره الطوليه، مهند لاشين على قد الدوري المصري تمام، لكن ابعد من كده هو شاف لسه بيستلم وعايز يلف بقى براحته، لقى في ظهره برونو جيمارايش دخل قال له انت بتعمل ايه؟ انت ما عندكش وقت، ما فيش وقت ان انت تفكر ان انت تاخد الكوره وتلف وتاخد راحتك. فعشان كده انا بقول ان امام ده واحد من اهم لعيبه المنتخب. بدايه بالمجموعه بالماتشات، احنا عندنا هناخد المجموعه تدريجيا. عندك ماتش مع بلجيكا، بعد كده ايران، بعد كده نيوزيلندا. ماتش بلجيكا ماتش مش سهل. بلجيكا انت رايح تلاعب
ودوكو جاي في فورمه، وشفنا كلنا دوكو قدام تونس عمل ايه. دوكو قدام تونس صنع 8 فرص وكميه مراوغات صحيحه، وده في الدوري الانجليزي اكتر لاعب في البريمير ليج عامل دريبلز. فهو لاعب خطير. وقدام محمد هاني انت ما ينفعش تحط واحد على واحد، لازم سواء صلاح ولا ايا كان اللي هيلعب في المركز ده يرجع يغطي مع محمد هاني، وكمان ياسر ابراهيم يخش معاه وتدخل حد من نص الملعب يقفل في ظهر يقفل في ظهر ياسر، او اللي هيلعب ناحيه اليمين في الدفاع. فدوكو ده اهم لاعب في منتخب بلجيكا مع دي بروين. جامد وكل حاجه، بس مش نفس الليفل ولا نفس الطريقه اللي بيعتمدوا فيها على دي بروين زمان، مش زي دلوقتي. فدوكو هو مكمن خطوره بلجيكا. عرفت تتعامل مع دوكو وهتعرف تعمل نتيجه كويسه ان شاء الله قدام بلجيكا. ولكن دوكو انا عارف ان هو مش بقول لك ان انت في كل الكور تقطع منه كوره، عشان دي مش حاجه سهله. لو كانت حاجه سهله ما كانش حد غلب. لكن يعني هو دوكو قوي سريع مهاري، دايما رافع عينه، عشان لو لقاك ان انت عندك خطوه انت اللي قبله فهو هيباص الكوره مش هيكابر. فلازم لازم لازم نعرف نتعامل مع دوكو. ماتش ايران برضو ماتش مش سهل، على يعني ممكن يكون اللي هيساعدنا شويه الظروف اللي بتحصل ما بين امريكا وايران، في حته ان هم مش مدخلين الجماهير الايرانيه. لكن ايران برضو مش منتخب سهل، منتخب صعب وعنده قوه بدنيه واطوال والكلام ده كله. نفس الكلام على نيوزيلندا. نيوزيلندا الناس مستسهله الماتش، لكن نيوزيلندا من الاجواء دي متعود عليها اكتر مننا. كمان ان هم لعيبه بدنيه اقوى بكتير مننا، لعيبه فعلا الواحد منهم يفصل ثلاثه. يعني اتفرج على كريس وود بس، قوه وطول وكلام ده اغلب لعيبتهم هناك. فماتش نيوزيلندا انا يعني ان شاء الله ده الماتش نقدر ان احنا نقدر نكسبه، لكن برضه مش داخل بيه بالسهوله. اصل احنا مش معانا، اصلا مش بتكلم على بطوله افريقيا فاحنا الكبار هنا، لا. انت في كاس العالم، انت واحد من المنتخبات اللي مش كبيره. العقليه اللي احنا داخلين بيها ان احنا منتخب كبير ونقدر والكلام ده، يعني تمام انا فاهم ان الثقه والكلام ده كله، لكن بتكلم عن الجمهور ان انت الاستحقاقيه. يا عم هنكسب نيوزيلندا ايه؟ تكسب نيوزيلندا؟ انت ما كسبتش ماتش في حياتك في كاس العالم. فالاستحقاقيه دي احنا جايبينها منين؟ انا مش عارف. انت داخل تكسب اول ماتش ليك في كاس العالم، عشان بعد كده تشوف بقى ان اصل لا، تلاقي الناس بتقول لك احنا هنصعد اول، تلاقي ناس هنصعد تاني. يا جماعه احنا عايزين نكسب ماتش في كاس العالم، نكسب الاول ماتش في كاس العالم، وبعديها هنشوف موضوع تطلع اول ولا تطلع تاني. فبس ده تعقيب على القائمه. لكن زي ما قلت ال 26 لعيب سوري، ال 25 لعيب دول انا في ظهرهم قلبا وقالبا وبشجعهم طبعا. مش هشجع ضد منتخبي طبعا طبعا. فعشان كده كنت شايف لو بس واحد زي احمد عاطف قطه كان ممكن يدخل. اي حد تاني في نص الملعب، محمد شحاته، حد بيعرف يجري بالكوره وينقل لك للخطوه الثانيه. فده تحديدا عن القايمه. خلينا نتكلم بقى عن شكل المنتخب واللي هيلعب بيه قدام بلجيكا اللي هو الماتش الاولاني. هنلعب ازاي؟ انا في رايي وحاسس ان احنا هنلعب بخمسه. هيلعب بعبد المنعم وحمدي وياسر ومحمد هاني واحمد فتوح، والاثنين نص ملعب هم دول المعضله. انا بص، انا كده كده لازم اشوف امام عاشور، واحد من مهند او مروان، اي واحد منهم هما الاثنين انا تمام معاك، مش هجادل. لكن لازم امام عاشور يبقى ده اللي انت هتحطه في نص الملعب بدون شك، بدون شك. لازم امام عاشور، لازم امام عاشور. ولو انت عايز تلعب بالثلاثه تخلي بدل ما تحط تريزيجيه ولا تحط زيزو، تحط واحد من تحط الاثنين مهند ومروان وامام، وقدامهم الاثنين المهاجمين مرموش وصلاح، تمام. لكن لازم كده كده لازم يبقى امام عاشور في ارض الملعب. لكن انا حاسس ان حسام حسن هيلعب بقدام من بعد الدفاع زي ما قلت، محمد هاني وفتوح، اتنين باكات، في ثلاثه في قلب في الدفاع هيبقى عبد المنعم وياسر وحمدي فتحي، وقدامهم هيبقى تريزيجيه ومروان. واتمنى امام عاشور، لكن اتوقع ان هو هيلعب اكتر بمهند، وقدامه الاثنين صلاح وعمر مرموش. ومرموش مع احترامي ليك يا مرموش، انت بتلعب في مانشستر سيتي والبريمير ليج والكلام ده كله، وانا مقدر وانت لعيب كويس، لكن باصي. انت بتاخد الكوره وبتعدي بتضيع مجهودك ان انت بتلتحم كتير وبتعرف تقف بالكوره على ظهرك شويه لحد ما يجي لك حد او حد يقابلك، لكن انت بتأني عايز تعمل كل حاجه لوحدك، وده مش صح. لا، في ناس بنلعب معاها هم دول اللي انت لازم تواصلهم، لازم تديهم الكوره. ده في رايي. يعني انا بشوف مرموش بالذات اللي كان واضح في ماتش اسبانيا، في ماتش البرازيل، الماتشين دول تحديدا، وحتى في ماتش روسيا، ان هو بياخد كل كوره وعايز يشوط.
لو صلاح مش في الملعب فهو لازم كل كره تعدي من عليه. لكن الوحيد اللي هو مش هيقدر يتكلم معاه هو صلاح. لا يا حبيبي، دول لعيبه معاك، احنا كلنا بن... بنلعب باسم مصر. احنا مش بنلعب باسم عمر مرموش ولا بنلعب باسم صلاح، احنا كلنا بنلعب باسم مصر. صلاح لازم يلعب. صلاح انت ما عندكش حد المره المليون، انت ما عندكش حد بيعمل اللي محمد صلاح بيعمله لك. الثقه اللي محمد صلاح مع عارف مع المنتخب مش بيأدي بنفس المستوى مع ليفربول زي مع ليفربول، لكن انت ما عندكش حد بديل لصلاح. هيثم حسن لسه، وهيثم حسن بيدربل بالكوره، لكن بعد كده مفيش. عمر مرموش لازم يباص الكوره، لازم يباص الكوره ويلعب مع اللي حواليه. فحسام ماتش بلجيكا ماتش مش سهل، انت بتلاعب منتخب لسه كسبان تونس 5. عارف الماتشات الوديه ياما منتخبات دخلت كانت خسرانه في الماتشات الوديه، بعد كده قدرت ان هي تكسب البطوله. لكن بلجيكا جايبه مستوى الفتره دي. بلجيكا بتروسرد، بدوكو، بدي بروين، حتى بديكاتلاري ان هو بيلعب فيه مهاجم، ويوري تيليمانس واونانا، في منتخب بدني، منتخب سريع، منتخب بيعرفوا يلعبوا كوره. فلازم انت نازل تبقى نازل مركز. ونصيحه للعيبه، بلاش، احنا مش هنحط تركيزنا كله، يعني مثلا مش هنعمل زي كاس العالم 1990 احنا نزلنا ركزنا في ماتش هولندا وبعد كده الماتشات الثانيه احنا ما ركزناش فيها. نفس الكلام في كاس العالم 2018، انت داخل مركز في ماتش الاورجواي، بعد كده ماتش روسيا قر منك، وبعد كده ماتش السعوديه، وعارفين طبعا اشهر كلمه، ماتش السعوديه كده كده مضمون، ونزلنا خسرنا ال3 ماتشات. فبلاش ننزل مركزين مع ماتش بلجيكا، وحتى لو خسرنا انت دلوقتي عندك افضليه احسن توالد. اكسب ماتش وبقيه الماتشات حاول تعمل اللي عليك وانت هتصعد في احسن توالد. كل اللي احنا طالبينه اكسبوا ماتش، عشان بعد كده نتفائل ونقول بقى احنا هنوصل دور 8 هنوصل دور 16. اصل انت لو طلعت تاني فانت هتاخد واحد من مجموعه امريكا ولا تركيا. فالكلام ده كله بعدين اكسب ماتش في كاس العالم. الكلام ده قوله لو انا مثلا كسبان ماتش، يعني جماهير السعوديه يقولوا الكلام ده لو هم مكاننا، جماهير المغرب يقولوا الكلام ده، واكتر جماهير الجزائر. دول الناس وصلوا للمرحله الثانيه، الناس كسبت في ماتشات في كاس العالم، انت ما كسبتش. ده كل تعليق، ان انت تلعب بامكانياتك، تلعب بامكانياتك ويبقى طموحك على قد امكانياتك. انا نفسي مصر تاخد كاس العالم، مش محمد الشناوي بس هو اللي نفسه مصر تاخد الكاس، انا نفسي اخد مصر تاخد كاس العالم. هبقى اكتر واحد فرحان في الدنيا. بس منطقيا انت ما يعني صباح الفل، يعني احنا عارفين يعني حتى ان هم بمعدلات الاعمار احنا منتخب كبير جدا. انت اصغر واحد عندك حمزه عبد الكريم، اللي قبله واصغر واحد قريب ليه اتوقع امام عاشور، هو ب6 ولا 27 سنه. ففي جاب في انت منتخب مش صغير. فعندك ماتشات هتبقى اغلب الوقت في 12 الساعه 12 الظهر، فماتشات هتبقى في في مواعيد صعبه. واخيرا انا عايز اتكلم عن حته الجمهور اللي بيقول لك احنا مش هنشجع المنتخب، اصل ده انا فاهم والله ان اللعيبه دي ما بتعملناش حاجه، واخرهم حوار دونجا. فاحنا اللعيبه دي مش ملناش معاها ذكرى كويسه. لكن واخرهم برضو حتى احتفال زيكو، ان زيكو رايح، ان انتم يعني الاحتفال اللي انت عملته ده، يعني انا احتفال ملهوش لازمه. انت رايح ليه؟ انت يعني انت واحد ما كنتش متوقع ان انت تخش كاس العالم، انت واحد بتحاول تثبت نفسك للجمهور، فليه اول بدايه القصيده كفر؟ ليه بدايه ما اول ما دخلت ماتش ليك مع المنتخب ليه تعمل معانا يعني عارف ممكن حد يطلع يقول لا اصل ده مع جمهور البرازيل، اصل جمهور البرازيل مش عارف يعملوا ايه. يا جماعه ملهاش لازمه. واحد يعني ليه بتبدا معانا بدايه وحشه؟ يعني انت جايب جونين وجايب جون في اول ماتشين ليك، وجايب جون قدام البرازيل وفي حارس زي اليسون، فكملها طيبه. بلاش تخش في اول انا لا انا انتوا اللي مش عايزيني، وانا رغم الصعاب يعني احنا في غنى عن بمستواك في ارض الملعب هتلاقي ناس بتشيد بيك وانت لعيب كويس. عليك على ان انت جيت والكلام ده كله، لكن تبقى خلاص وصلت للحته دي، فاحنا اكيد 100% هندعمك. لكن انا مش مع فئه الجمهور لا اصل احنا مش هنشجع المنتخب، اصل المنتخب عمل لنا ايه، اصل الكلام ده. انا الكلام ده بصراحه ما بشتريهوش. انا مع المنتخب لو هيلعب بطوله وديه انا هشجعه، مش هعرف ما اشجعش المنتخب او الاقي ماتش لمصر بيتلعب وابقى بشجع الفرقه اللي ضدها. انا بصراحه مش من نوعيه الناس دي. لا ان شاء الله هنشجع المنتخب، والمنتخب هيعمل اداء كويس باذن الله. وهتلاقي الناس على القهاوي، لكن في اغلبيه من الناس كده بتلاقيها على التويتر شويه، على الفيسبوك، على في السوشيال ميديا، يعني مترميين كده. فخليها لنفسك. لكن
في النهايه ومجمل عن الكلام اللي انا كل ده اللي انا قلته، كابتن حسام حسن انا يعني فضلا لو كسبت ماتش في كاس العالم ما تطلعش تذلنا، ده انجاز ليك واحنا كلنا عارفينه. لكن يعني خلينا مع بعض، يعني ارجعوا تاني، وحدونا معاكم، دخلونا معاكم في الاجواء. بلاش تتعاملوا معانا ان احنا ند بند، احنا مش اتحاد الكوره، احنا مش اتحاد الكوره. مشاكلكم مع اتحاد الكوره ولا مع ناس، مش مع الجمهور. انتوا المفروض تلموا الجمهور حواليكم، وان شاء الله انتوا هتعملوا كده. وشفنا بعد ماتش البرازيل اللعيبه اللي واقفه عماله تسقف والناس واقفه والكلام ده كله. فاتمنى دي ما تبقاش بس عشان خاطر ماتش ودي والكلام ده كله، لا احنا عايزين نوحد مع بعض. ولو كسبتوا بلاش تطلعوا يعني تقولوا الناس بتتكلم علينا واحنا كسبنا في في ماتش في كاس العالم. بلاش تبقى دي النبره لو ان شاء الله كسبنا. وارجع واقول تاني في الختام زي ما قلت في نص الحلقه، ان انت ما بلاش نتعامل اللي احنا منتخب اللي هو كسبان 3 ماتشات في كاس العالم ودخلنا دور 16 فاحنا عايزين نوصل دور 8. لا، انت داخل بتحاول تكسب اول ماتش ليك في كاس العالم. وحط تحت الكلمه دي 100 خط عشان يعني نحترم امكانياتنا، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصل للادوار اللي بعد كده. اتمنى تبقى كاس عالم بطوله كويسه السنه دي، مع ان انا مش متوقع بالاجواء اللي بتحصل في امريكا والكلام ده كله. لكن يعني احنا نقدم المشيئه ونسيب الحوار ده بقى لطريق البطوله، ولا تقدموا لنا البطوله. مرحبا بعودة كأس العالم. الواحد فعلا في أي بطولة بيتفرج عليها ما تجيش نص الشغف ولا نص الوقت اللي هو بيحاول يلاقيه لنفسه عشان خاطر يتفرج على ماتش كأس العالم. فبس أتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم، وإن شاء الله الفترة الجاية في كأس العالم هيبقى في حلقات أكتر بإذن الله. وبس ده اللي كان عندي، وكان معاكم أحمد هاني، وأشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.